اهلا بيكم حبايبي. الشاورما اللي كلكم سألتوني عليها سهلة وبسيطة وتشرفكم في اي عزومة، ومفيش ربع ساعة هتكون عملتوها. المكونات من مثلا نص كيلو لكيلو لحمة شاورما، ومعلقتين 3 زيت وبصلاية هنبشرها معاكم، وخلطة الشاورما دي جميلة جدا. هنجيب بقى ال الشاورما بقى معانا، طبعا متقطعه صغير. هنبشر البصلايه زي ما انتوا شايفين كده، تبشروها بالمبشره او بالكبه. المهم اللي احنا عايزين البصلايه دي، مش عايزين الا الميه بتاعتها بس. هنبشرها كده ونحطها في مصفى وناخد الميه بتاعتها، ونحط التتبيله اللي انتوا شايفينها معايا، نحطها في مصفى، نعملها بايدينا، بس هي المصفى احسن، بتتحكم ما تنزلش التفل. وطبعا التفل ده ما بيترميش، بيتحط في الفريزر، تعملي بقى للمكرونه، تعملي لاكله، اي اكله ممكن تستعمليه، مش هنرميه. المهم الميه تنزل منه على الشاورما. بسيطه وسهله، ما فيهاش اي ممكن اي حد ممكن يخش يعملها في ثانيه. هنحطينا بقى التتبيله حسب الكمية بتاعت الشاورما اللي عندك. يعني لو مثلا كمية صغيرة حطي نص الكيس، عشان هي فيها ملح، فيها كل حاجة، ما تحطلهاش اي حاجة الا حاجات معينة بس. انا هحط لها معاكم الفلفل الاسود والبهارات، نص معلقة ونص معلقة. حطينا الكمية كلها لما لقيتها ان هي كتير. طبعا اللحمة معانا لما تتحط على النار بتنزل مية، فهتقل الكمية، هتقل. حطينا دلوقتي ده نص معلقة بهارات لحمة، نحطها برضو في التتبيلة، وهنحط نص معلقة فلفل اسود، ونقلبهم بقى ونقعدها في التلاجة لمدة ساعة او ساعتين. لو احنا مستعجلين ما فيش مشكلة، ولو احسن قبلها بيوم بتبقى طعمها احلى. كل ما تقعد في التتبيلة كل ما تبقى احلى. جبنا بقى طاسة على النار نحميها جامد، نخليها حامية جامد، ونعلي عليها النار، ونحط من 2 ل3 معالق زيت، علشان لما تيجي نحط الشاورما تبقى ايه، تعمل صدمة. انا بشوفها كده حامية ولا لأ. نحط بقى ايه، هنحط الشاورما، نحطها كده، نحاول نوزعها علشان يعني يطولها النار كلها، يطولها النور. طبعا لو عندك حاجة غويطة وتكون واسعة احسن، في بيعملوها في صواني، بس الطاسة احسن برضو عشان بتبقى متحكمة فيها. الشاورما دي من الاكلات الحلوة السريعة اللي اطفالنا كبار وصغيرين بيحبوها. بتنفع بقى جنبيها رز ابيض، مكرونة، ممكن عيش سوري، سندوتشات، كل حاجة بتنفع جنبيها. وصفة سريعة وسهلة واقتصادية. حطيناها بقى كده خلاص، وفيها التتبيلة وفيها كل حاجة. خلوا بالكم من الملح عشان التتبيلة فيها ملح. ونقلبها كل 5 دقايق ونغطيها ونوطي عليها، اهم حاجة الحتة دي. ونشوف اللحمة هتستوي معانا. خليكوا لاخر الفيديو. في حاجة بقى هحطها في الاخر، بس لازم تتأكدوا ان اللحمة استوت. لو ما لقيتوها ما استوتش وقعدت مدة كتير على النار، حطوا لها بق مية سخنة، بلاش مية من الحنفية، علشان ما توقفش السوا وتستوي معاك على طول. كل 5 دقايق اشيل الغطا واقلبها وايه، واشوف عملت ايه. طبعا هي بتنزل المية بتاعتها وزي ما انتوا هتشوفوا معايا.
طبعا هتنزل المية كلها وبغطيها تاني، وكل 5 دقايق اعمل كده. وقولولي في التعليقات كده ايه اكتر وصفة سريعة بتحبي تعمليها لما تكوني مستعجلة، اكتبولي في التعليقات دي. الشاورما معانا خلاص، هي نزلت المية وشربتها، واتأكدت ان هي استوت، اهم حاجة قبل الخطوة الاخرانية دي. تحطي بقى بصلاية جوليان وفلفل الوان جوليان برضو، وتحطيها اخر 5 دقايق، تقلبيها وتغطيها لمدة 5 دقايق، وطبعا هي موطية عليها. بس الشاورما بتاعتنا اتعملت اهي في منتهى الجمال والسرعة، وما خدتش اي حاجة على النار. يبقى ابعتوا الفيديو ده لو عجبكم لصاحبتكم اللي هي بتحب الطبخ السريع. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلامة الله حبايبي.